السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. يلا بينا نصلي على الرسول ونبدأ النهاردة بفيديو جديد وحلو قوي. النهاردة هعمل عدس معاكم بتركات جديدة. ايوه، كل الناس بتعرف تعمل عدس بس محدش بيعرف يحط تركات جديدة تغير لك طعم العدس وتوديهولك في حتة تانية خالص. معايا في العدس النهاردة كوبايتين من العدس الأصفر، دي أكلة شتوية قوي. فعلا بتدي طاقة كده وباور وبتدفي فعلا في فصل الشتاء اللي احنا فيه والجو البرد بدأ بقى يدخل علينا. فمعايا بصلتين وسط، كمان معايا 5 6 طماطمات، معايا جزرتين كبار، معايا فلفل سبايسي او بارد، هي واحدة بس اللي معايا، بتدي نكهة وبتدي تيست عالي قوي. هنضيف مكونين اتنين كده في وسط الفيديو هقول لكم عليه. لو لسه متابعيني لحد الان يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، واللي لسه ما اشتركش في القناه انزلوا واضغطوا على زر الاشتراك عشان يوصلوكوا كل وصفاتي الحلوه. بالنسبه للعدس بتاعي انا بحط كوبايتين من العدس عليهم بصلتين وسط او بصلايه كبيره قوي، وكمان بحط 5 طماطمات، بحط جزرتين كبار، بحط واحد فلفل سبايسي او بارد بتدي تيست عالي قوي، بحط بطاطسايه، دي اختياري بس بتدي طعم حلو وبتدي قيمه غذائيه عاليه قوي. في ناس كمان بتحط كوسه. العدس بالنسبه لنا بيلم شويه خضار كده محترمين، وكمان بيساعد على وجود طاقه كده وباور في الجسم وبيدفي الجسم جدا، مغذي جدا للاطفال. شوربه خفيفه كده وحلوه قوي قوي للاطفال وللكبار. لو عندك فصوص توم حطيها، بس كان عندي توم مفروم فاضطريت ان انا احطه في الوصفه بعد ما تنضرب في الخلاط. حطيت كده واقطع كله مكعبات صغيره عشان كله ياخد سوا واحد، حتى الجزر هقطعه قطع صغيره والطماطم كمان هقطعها قطع صغيره. اجمل واحلى شوربه عدس ممكن تعمليها في البيت، احلى من المطاعم كمان، خطيره قوي. وفي الشتاء بصراحه ما بنستغناش عنها، لو اكلناها كل يوم ما بنزهقش منها. ضيفي شويه تركات جديده في كل مره تعملي فيها العدس، عن كل مره تبقى مختلفه عن المره اللي قبلها علشان يطلع معاكي مميز جدا جدا. النهارده هضيف تركه ممكن تكون جديده لناس كتير بس فعلا جربوها وهتعجبكم. ريحه العدس كانك والله كانك بتعملي لحمه كده معصجه، بتعملي كباب حله. ريحه العدس كانت خطيره قوي بالمكونين الاتنين اللي انا حطيتهم على العدس بتاعي. فان شاء الله تجربوه وتعجبكم وتقولوا لي رايكم في التطبيقات على مطبخ هنا حازم جروب على الفيسبوك، وكمان تحطوا لي تعليقاتكم الحلوه على اليوتيوب. جربوه وان شاء الله هتوصلوا لاحلى نتيجه زي ما انا وصلت لها كده. المهم العدس ده انا كنت غسلاه ومصفياه وقطعت كل الخضار بتاعي، هحط لترين ميه على الكميه اللي عندي، وتقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها على حسب عدد الافراد اللي عندك. الكميه دي حلوه قوي تكفي ال5 افراد، فحلوه قوي. حطيت لترين ميه في حله كبيره وحطيت عليهم كل الخضار اللي عندي. يلا بينا بقى نشوف التست اللي انا حطيته على العدس بتاعي. محدش يستغربه بس طعمه تحفة والقيمة الغذائية عالية قوي. حطيت شوية من الزعتر وشوية من الروزماري الجاف، خطير 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 بجد، من أجمل وأحلى مرة عملت فيها عدس. يلا علقنا عليه على النار، وأول ما يغلي معايا ويستوي هوريكم شكله عامل ازاي. وكنت قصقصت شوية عيش عشان أبدأ أعمل فتة العدس. العيش ده معلقتين زيت بس كده في قلب صينيه او في قلب طاسه، ورحت محمراهم كده وتانيين اشوح فيهم عشان ما ينحرقش، ما عملتش في كميه زيت كبيره. معلقتين زيت هيطلعوا معاكي مقرمش وطعمه مختلف، بيطلع من الزيت بتقومي على طول آه، حطاه في قلب صينيه التقديم. والعدس بتاعي استوى اهو، وبقلبه بقى في طبق كده غويط او بوله يعني، وبحط المصفى على الحله التانية علشان يعني استغل ان انا معايا حله كان مكانها عدس عشان ما اعملش مواعين كتير برضو في نفس الوقت. ضربت كده في الخلاط لحد ما انهرس معايا تماما وداب خالص كده، مبقاش فيه اي شوائب كتير. وبحط في قلب المصفى وبقوم بقلبها كده شويه بشويه. ودي المره التانية، وكانت الكميه حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. الشفشق بتاعي ده 2 لتر، فكنت عامله 4 لتر من العدس، فحلو قوي بصراحه. المكونات خطيره قوي. بالنسبه للتوم حطي فصوص توم وهو بيتسلق مع الخضار كله، بس انا كان عندي توم مفروم ما كانش عندي توم مصحح يعني، فهحط وانا بعمل هوريكم في وسط الوصفه هحط التوم ازاي. ريحه الزعتر والروزماري خطيره قوي.
ممكن تكون خطوة جديدة بالنسبة لناس كتير هيجربوا فيها العدس بالطريقة بتاعتي، بس ان شاء الله انا متأكدة ان هو هيعجبكم زي ما عجبني وعجب اولادي وزوجي، لان بجد كان طعمه حلو قوي. بالنسبة للتوابل بحط كمون وبحط فلفل اسود، بحط نص معلقة صغيرة من كل حاجة من التوابل اللي هقولها، نص كمون، نص فلفل اسود، وكزبرة ناشفة، ورشة شطة بسيطة، وكمان توم باودر. توم البودر بيدي تيست عالي قوي، وعملناه مع بعض قبل كده لما كنا عاملين التخزين التوم. حطيت معلقه كبيره من الملح، والملح ده يرجع ليكي، وهرفعه على النار، وهجيب شويه من الشعريه، حوالي يعني اقل من ربع كيلو من الشعريه، لان الشعريه بتنفش قوي. كده الشوربه جاهزه. عايزه تاكليها كده ساده بدون ما تضيفي شعريه، وفي ناس بيضيفوا كمان رز، مفيش مشكله، وتعملي جنبها شويه رز ابيض للاطفال، في ناس بيحبوها كده جدا كشوربه وجنبها طبق رز ابيض. حابه تشربيها كشوربه بس كده في مجات كده وحاجه تدفي كده بالليل، برضو مفيش مشكله. انا بقى هحمر شويه شعريه اديهم لون بني، وعلى طول هقوم حطاهم على العدس بتاعي. اول ما الشعريه تاخد معايا لون، العدس بتاعي هيكون بدأ خلاص يسخن جامد، هقوم نازله عليه بالشعريه، واقوم مقلبه كده الشعريه عشان ما تنجمدش معايا او تكلكع معايا او تعجن معايا. هقوم مقلبه كده في الشوربه بتاعتي، واول ما يغلي معايا اول غلوه هقوم على طول نازله عليها برضو تركه جديده ممكن لناس كتير ما يعرفهاش، وهي التوم المفروم المحمر. دلوقتي حطيت توم مفروم ني، يعني انا قلت لكم ما سلقتش فصوص الثوم علشان كان عندي ثوم مفروم، فقبل ما تخش في الغليان نزلت بيه ثوم يعني مهروس، مش متحمر، في طاسه صغيره. كده العدس بتاعي داخل في الغليان خلاص، في طاسه صغيره هحط معلقه من السمنه او معلقتين من الزيت، وهحمر فيهم معلقه صغيره من الثوم المفروم، ياخد معايا لون ذهبي، وهقوم على طول نازله على العدس بتاعي. اول ما غلي معايا اهو هنزل عليه بطشه التوم بتاعتي. كده خلاص انا نزلت بطشه التوم، يعني انا هقفل على طول واسيب بقى الشعريه تعيش حياتها كده مع اول غلوه. هو اول ما بيغلي اول غلوه اصلا، حتى لو مش هتحطي طشه التوم اقفلي. ليه اقفلي؟ علشان ما يتقلش معاكي قوي من النشا بتاع الشعريه، وكمان عشان الشعريه ما تعجنش. فاول ما بحمر الشعريه والعدس يغلي معايا اول غلوه بقوم طافيه على طول. وطشه التوم بقى ودته في حته تانية خالص. تخيلوا كده طعم العدس ده والريحه كده، يعني يا ريت تكون الريحه واصله لكم من جمالها. الزعتر والروزماري وطشه التوم دول 3 تركات انا استخدمتهم في العدس بتاعي النهارده، فان شاء الله تجربوه يعجبكم. ويلا بينا بقى نغرف العظمه بتاعتنا. والله بجد لو عندك عزومه اعملي لهم عدس في الجو اللي احنا فيه ده. حلو قوي مغذي الاطفال، بحبه علشان ممكن احط كوسه وممكن احط بطاطس، جزر حلو قوي للاطفال، البصل للمناعه، فبصراحه الخضار بتاعه متكامل. وكمان الاطفال ما بيحسوش بطعم البصل ولا بطعم الكوسه ولا بطعم البطاطس، فبقدر ان انا اعرف اشربه لهم. العيش حمصته وهحطه بقى في طاجن الفته بتاعتي، وده احلى طاجن فته ممكن تعملوه في حياتكم. ده طاجن الفته بالعدس. العيش كده متحمص وعليه بقى العدس كده زي ما انتم شايفين، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. خطير. والبولات بتاعتي بقى هبدا اصب فيها العدس، وطبعا البصل حطيت عليه معلقتين من الخل، وده الزيتون اللي كنا مخللينه مع بعض فاكرينه. جميل قوي الزيتون بصراحه، يعني ندمت ان انا ما عملتش كميه، بس لو لقيت هجيب واعمل تاني، يعني لو لقيت لسه في اماكن فيها زيتون اخضر هجيب واعمل تاني، لانه بصراحه طلع خطير في البيت وموفر لي كتير قوي. هبدأ بقى اصب البولات بتاعتي، واصب كمان طبق كبير كده، وامسح بقى البولات همسح البولات وانضفها تماما. وده منظره معايا والله العظيم. إيش يعني، هي ممكن تكون اكله بسيطه بس مفيده وحلوه، وتقديمك فيها بشكل كويس بينقلها في حته تانية خالص، خطيره جدا 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 زي ما انتم شايفين كده. شرايح الليمون برضو مديها شكل حلو. يا رب الفيديو اللي عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس، ودعواتكم الحلوه اللي دايما مشجعاني. ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، واقدم لكم كل جديد، وكل وصفه يكون فيها تركه جديده مختلفه عن اي مره انتوا عملتوا فيها. دمتم بالف خير، وربنا يديمكم نعمه في حياتي، ومع السلامه.